يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي مطبخ أم مرام. اليوم راح أقدم لكم طريقة عمل محاشي الباذنجان اليابس أو المجفف، فتابعوا معي الفيديو لحتى نعمله مع بعض خطوة بخطوة. هون على طنجرة على النار راح أضيف كل كمية الباذنجان المجفف، وكمان هون حبيت أضيف كوسة، كمان هاي الكوسة مجففة. راح أضيف مي سخنة، وراح أحاول بالمعلقة بغرق كل الكمية بالمي السخنة وأحطها على النار. راح أتركها تغلي لمدة 10 دقايق، وبعد ما تركتها تغلي 10 دقايق صارت معي لين الحبة. أنا ما بدي إياها تستوي استوى كامل، بس إنه صارت معي الحبة طرية راح أقيمها على النار. وهون صفيت الباذنجان والكوسة المجففة بالمصفاية وراح أحطهم على جنب. راح أبدأ أجهز الحشوة. عندي 3/4 الكيلو من الرز، حبة قصيرة غسلته وصفيته بشكل منيح، وراح أبدأ أضيف المكونات. أنا عندي حوالي 4 حبات بندورة فرمتهم ناعمين، نعناع مفروم ناعم، فليفلة حمرا مفرومة، وبقدونس مفروم، وآخر شي راح أضيف الثوم المهروس. وهيك بكون حطيت كل المكونات. وبعد ما أضفت كل المكونات راح أبدأ أقلب لحتى يختلط مع الرز مع كل المكونات اللي أضفتها. هون راح أضيف الملح، وأنا تركت التوابل حسب الرغبة. بنضيف نعناع يابس، فليفلة ناعمة حمرا، وفلفل أسود أو 7 بهارات حسب ما أنتو بتفضلوا. وهون على طنجرة على النار راح أضيف حوالي نص كيلو لحمة. أنا اللحمة اللي استخدمت لحمة بقر مفرومة ناعمة. راح أقلبها على النار، وبس دبلت معي شوي راح أضيف السمنة. راح أضيف حوالي 3 معالق سمنة. هون فينا نستخدم أي نوع دهون نحن بنفضلها، زيت أو سمنة أو زيت زيتون. وبعد ما تحمست اللحمة مع السمنة شوي راح أضيف دبس البندورة. راح أضيف حوالي 3 معالق دبس بندورة. راح أقلبهم مع بعض لحتى ينمزجوا شوي، وأتركهم يطبخوا شوي على نار هادية. وبس طبخوا شوي راح أقيمهم على النار. وهون راح أضيف اللحمة فوق الرز والمكونات الثانية. وبعد ما أضفت اللحمة فوق الرز راح أبدأ أقلب المكونات وأخلطهم مع بعض لحتى ينمزج معي كل الخليط، وهيك بكون خلطتهم بشكل منيح. وهون راح أبدأ أحشي حبات الباذنجان والكوسة بالحشوة اللي حضرتها. وراح أحشي حبة الباذنجان ناقصة، ما راح أعبيها لتمة مشان تاخد راحتها بالاستوى وما تتفزر وقت الطبخ. أحاول أوزع الحشوة على كل الباذنجانة. وهون راح أخد حبات الكوسة كمان راح أحشيهم نفس الشي، ما راح أعبيهم لتمون. راح أترك مساحة لحتى ينفش مع الرز ولحتى ما يتفزروا معي وتطلع كل الحشوة لبرا. وهيك بكون حشيت كل الكمية اللي عندي. وبعد ما حشيت كل الكمية راح أجيب طنجرة وأبدأ أصفن بالطنجرة. راح أبدأ أصفن بهذا الشكل على شكل دائري. هون أنا ما بحتاج إني أسكر تم الباذنجان أو الكوسة، لأنه هو مجفف وما راح تطلع معي حبة الرز لبرا. وهيك بكون خلصت كل الكمية، صفيتها وحطيتها بقلب الطنجرة. هون أنا سخنت المي لحتى غليت، وراح أضيفها بوعاء، وأضيف 3 معالق دبس بندورة أو رب البندورة مثل ما أنتو تسموه. راح أحرك شوي لحتى ينمزج. وبعد ما انمزج معي بهذا الشكل راح أضيف زيت الزيتون. أنا هون راح أضيف زيت الزيتون لحتى يطري معي حبات الباذنجان والكوسة ويستووا بشكل أسرع. كمان راح أضيف الملح وأحركهم شوي مع بعض، وأضيف كل الكمية فوق طنجرة المحشي. وهون راح أغمر كل الكمية بالمي. وكتير ضروري إن نتقل فوق المحشي لحتى ما تطلع حبات الرز لبرا وهو عم يطبخ. حطيت صحن وراح أجيب طنجرة فيها مي وأتقل فوقه وأتركه يطبخ على النار. وهون بعد حوالي ساعة قمت الطنجرة اللي كنت متقل فيها وتركته يطبخ على نار هادية. أخذ معي لحتى استوى تقريبا ساعة ونص، وهيك بقيمه على النار.
بعد ما قمت الطنجرة على النار سكبته وقدمته بهذا الشكل. عن جد نتيجة وطعم كتير طيبة، بتمنى انكم تجربوها. وهيك طبختنا بتكون خلصت لليوم. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولا تنسوا دعمي باللايك والشير والاشتراك، وتابعوني في فيديوهات جديدة، ومع السلامة.